السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. اخواتي وحبايبي الكرام، مجد لقاءنا معاكم من قناة تربية الارانب والطيور مع ابو نرمين. تنساش انزل تحت اشترك في القناة، سبسكرايب، فعل زر الجرس، ادعم الفيديو بلايك. حلقة النهارده يا شباب حلقة مهمة جدا زي ما عودناكم كل مرة. اي حاجة يا جماعة بتحصل عندنا جديدة بنصورها لكم، اي فرحة بتتم علينا يا جماعه بنفرح معاكم وبنقول لكم اي حاجه بتحصل عندنا سواء كانت حلوه او وحشه، علشان نفرح مع بعض ونشتغل ونشجع ونرجع مع بعض يا جماعه. بفضل الله يا جماعه الام الركس ديت ام الركس دي يا جماعه اللي كنت بقول لكم اللي انا كنا بنحكيها قبل كده وقت وشهر. دي الام يا شباب اللي انا كنت فطمت عيالها ونقلت تحت منها خلفه الام اللي كانت ماتت. لو انتوا فاكرين لما فطمت عيال الام ديت ووزنتهم قدامكم على الميزان وقمت نقلت تحتها خلفه الام اللي كانت ماتت. بفضل الله فطمت خلفه الام كانت ماتت يا شباب من عندي اهيت. ان بعت الكبار اللي هم الاولانيين، بعت الكبار الاولانيين اللي كانوا هنا يا شباب، وسبت دولت هم السلالات هم سيلفر. تمام، سبت دول برضه سلالتهم هاي بلس ماشي هم يا شباب. سبت دول البابيون والسيلفر دي، سبتهم دول سلالات وبعت الباقي لحم. يعني شوف بعت الباقي، سبت دول 6 و2 8 من ال 54 ارنب اللي كانوا عندنا. من ال 54 ارنب مبقاش منهم 8 بس اللي سلال، والباقي كله اتباع الارنب ازاي يا جماعه ان شاء الله. حته سلفانيه ممتازه جدا بفضل الله يا جماعه. الام ديت ان شاء الله ولدت واكله وتمام التمام يا شباب. جايبه عدد كام؟ هي المرة دي جايبه عدد قليل، جايبه عدد 5. جايبه عدد 5 المرة دي يا جماعة. واحد يقول لي يا ابو نرمين كده بقى فيها عيب. لا مش عيب. المرة هناك كانت جايبه 8 وكانت جايبه 9 وكانت جايبه 10. مرة جايبه 5. مش امر فهمتني؟ طالما الام مش كل مرة بتجيب ال5، لو كل مرة بتجيب ال4 ال5 يبقى تتباع ما تقعدش. كل مرة تولد 4 5 ما تقعدش عندك، ما تقعدهاش. اما بتجيب 11 مرة 9 مرة 10 مرة 8 تمام. خلفت وجابت مرة 5 خلاص يبقى تصبر عليه. اما لو كل مرة الام ديت بتولد ال5 ارانب يبقى يفضل ان انت تبيعها. تمام، لان بتجيب اعداد قليله تخسر معاك. اما طالما مره جابت 8 ومره جابت 9 مره جابت 10 مره رجعت 5 تمام، ده حاجه ما تعبش الارنبه ولا تزعلك في حاجه. المره الجايه ان شاء الله تظبط معاك. لو المره الجايه نفس الوضع جابت برضه 5 اللي بعدها 5 بقى تتباع على طول ان شاء الله. خير اهو ربنا يبارك. دولت 3 6 في 2 بره هما كمان واحد اهو ماشي. 8 ارانب الاتنين بره هما يا شباب، الاتنين بره اهو ماشي. هيدخل جوه تاني غوات وادي 6 ودول 8 ما شاء الله. بقى نفس الطريقه هنا اهو امهات ارنب اهو. وادي ان شاء الله العدد 3 6 7 واحد بره يبقى 8. هنا برضه يا شباب 4 بره همت، ده 1 وادي 2 3 1 و4 وادي 4 همت يبقى كده 8. طول ما الارانب بتجيب معاك 8 ارانب حلو، 7 8 9 10 حلو. اقل من كده يا باشا ما تقعدهاش، اقل من كده ما تقعدهاش، ما تصبرش عليه. ليه؟ لان كده تبقى بتخسر معاك 8 7 8 وانت طالب ان شاء الله. ارنب رادع. تعرف ازاي يا ابو النبي ارنب رادع؟ الارنب بطنه منفوخه كده يا جماعه. الارنب بطنه اساسا منفوخه اهو. الارنب بطنه عامله ازاي؟ منفوخه يا شباب ما شاء الله.
يعني انا مش حاطط تحت بطنه، انا حاطط اهو. ده كده اهو كمان، ده كده بطن الارنب ايه؟ من فوق. بقى الارنب ده راضع. ده كده الارنب ده ايه؟ راضع. لو جلد الارنب ده يا جماعه متن ومتن كده، تمام، والارنب بطنه فاضي عامل كده اهو ومتن، تعرف الارنب كده ما رضعش. تعرف الارنب ايه؟ ما رضعش. اه يا شباب ما شاء الله، ربنا يبارك. شايفين رضاعه ان شاء الله. بطنه مليان. طالما بطن الارنب مليانه كده يبقى ده زي الفل، راضع وزي الفل. واعتمدنا يا جماعه، قلنا لكم اهم حاجه في تربيه الارانب هي التدفئه. التبن اهو والقش والشعر عامله قش اهو، عامله شكل القش عامل ازاي يا شباب اهو. هنا بقى ركزوا كده معايا، ركزوا كده معايا. شايفين دي كرتونه اهي. علشان الكرتونه ديت علشان تمنع اي تيار هواء مباشر او اي هواء يدخل من تحت مننا كده على بطن الارنب. على بطن الارنب. هديكم مثال بسيط واحنا مع بعض كده يا جماعه. لو شلنا الارنب ده كده، شايفين يا جماعه دي ايه؟ الفرشه بلاستيكه، تمام اهي. هنا خرام. الارنب بيفضل يفحر برجليه لو مفيش تبن وقش والكلام ده، بيوصل للفرشه بلاستيك دي، بيدخل البرد من الخرام. بطن الارنب زي ما انت عارف هي اللي على الخرم ومشدوده فيها لبن. يبدا الارنب يتضرب برد في بطنه، ياخد البرد في المعده بتاعته، يبدا الارنب يجيله اسهال وموت، وتلاقي الارنب برد منك ومات. يبقى نصيحه، الكرتونه مهمه جدا، والتبن والقش والشعر. ملحوظه كمان، ركزوا معايا كده. شايفين دي المساحه من هنا لحد هنا قد ايه؟ شايفين يا جماعه اهي. ليه؟ الام ديت وهي بترضع لو ارنب ماسك في الحلبه بتاعتها وهي طالعه هيخبط هنا كده، هيرد جوه تاني، هيقوم رد فين؟ جوه تاني، مش هيطلع بره. اما لو دي مرفوعه السلك ده الولاده متعلقه فوق هنا كده، هتلاقي الولاده اعلى من العين، هتلاقي الولاده وارضيه الولاده اعلى من دي. فالارنبه لو هي طالعه في ارنب شابك فيها هيطلع بره على السلك، تاني يوم هتلاقيه مشطط هنا كده، هتلاقيه مشطط وميت تاني يوم. يبقى انت كل اللي عليك انك بتسقط الولاده تحت شويه، تمام. اهي يا جماعه هنا، شايفين عامل ازاي يا شباب؟ السلك اهو هو اللي عالج الارنب ده. علشان اهو شوف بيزح، شفت الارنب ده يا جماعه يزح علشان يطلع، يزح كده علشان يطلع. شوف عامل ازاي؟ عشان يطلع لازم يزح، تمام. يبقى انت لازما تخلي الولاده تقطع تحت، تمام يا شباب، علشان تحافظ على خفتك انها تطلع بره على السلك هنا تموت. هنا نفس الطريقه اهو، اهو نفس المنظر، رغم الارنب كبرت بس نفس الطريقه، يطلع يزح. هنا نفس الطريقه اهو اهي. خدتوا بالكم يا شباب؟ تمام يا شباب. معلش بس انا كنت عملت ايقاف للفيديو لان كان في واحد معدي بتوك توك ومشغل اغاني في التوك توك، وطبعا الاغاني ممنوعه ان ايه عشان الحوار طبعا والنشر يا جماعه وكده. ماشي يا شباب اهو. هوريكم بقى منظر حصل دلوقتي واحنا بنتصور. كنت فاتح على الام دي وكنت بلعب في عيال. الام سبحان الله دخلت ترضع، رغم ان انا كنت قاعد بزق الارنبه دلوقتي يا شباب، زق الارنبه وبزق بلعب في عيالي، تمام. ودخلت ما شاء الله. شايفين يا شباب؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اهي يا جماعه بترضع اهي يا شباب، واقفه يا جماعه بترضع اهي.
واحنا واقفين في نفس الفيديو، قاعد بزقه في الخلفه ما شاء الله، وبزقه في الام، وبقلب في الخلفه وفي الولاده وفي الارانب، وده يا جماعه بترضعهم ما شاء الله ربنا يبارك اهي. طب مدة الرضاعة دي يا ابو نرمين، مدة الرضاعة من 3 دقايق ل 4 دقايق، وممكن توصل ل5 دقايق. يعني ممكن مدة الرضاعة ممكن توصل ل5 دقايق لو الأرنبة مطمنة. مطمنة ازاي؟ يعني لو الأرنبة مفيش عليها قلق، محدش بيفتح عليها، محدش بيدخل عليها، محدش عامل لها قلق، ممكن ترضع من 4 دقايق ل5 دقايق. تمام؟ ممكن من 3 دقايق ل5 دقايق. طب لو في قلق ممكن ترضع بنص دقيقة أو دقيقة، وتقوم أنت فتحت عليها الولادة تقوم طالعة. حد عامل دوشة وخبط ورزع تقوم طالعة. حسد بلق تقوم طالعة. فاحنا معاك اهوت من ساعة ما فتحت الولادة كانت دخلت وانا بصور في بتاع النص التاني ده، يعني بقى نص دقيقة مثلا بتعمل دي كده دخل في دقيقة وشوية. تمام؟ فمعاكم لحد ما نشوف هتطلع من الولادة امتى. عشان اقول لكم برضه اهي كده يا جماعة، ده رضاعة حركة دقيقتين. اهي فين يا شباب؟ رضع اهو وطلعت. بس انا فاتح عليها الولاده يا شباب، بتلحس في الحلمات اهي يا شباب بعد الرضاعه ما شاء الله. رغم ان هم اصلا كانوا راضعين يا جماعه. الرضاعه الحبيسه بلاش منها ما شاء الله يا جماعه ان شاء الله. سيب الام وقت ما الام بتحس بعيالها اهي تدخل على ماما، تدخل ترضعهم اهي، هترضعهم تاني. خدتوك يا جماعه؟ هترضعهم تاني. سيب الام تتعامل مع عيالها تلقائيا، بلاش ترضع رضاعه حبيسه، بلاش ترضع رضاعه حبيسه، والله نصيحه. اهو ارنب ما شاء الله الابيض عامل ازاي ان شاء الله. والتانية والتالتة ربنا يبارك. يوم تلقاها يا جماعه يوم 30/1، والنهارده يا شباب السبت 4/3. النهارده يا جماعه 4/3. المتلقاها يعتبر اول 2. تمام؟ والنهارده 4/3. ماشي يا شباب؟ يعني والده بالظبط على 32 يوم. والده على 32 يوم بفضل الله ان شاء الله ربنا يبارك. والده على 32 يوم بالظبط. طب متلقاها اول 2. طب متلقاها اول 2. والده في 4/3 32 يوم بالظبط. عشان الشهر اللي فات شهر 2 كان 28 يوم. هم يا جماعه هتدخلوها ثانيه يا شباب، هتدخلوها. خدت بالكم يا شباب؟ اطلقها والده كده على 32 يوم من غير طلق ومن غير اي حاجه خالص. تمام؟ والحمد لله ولدت. يبقى لو انت مربى 4 ارانب 4 امهات، لو ام جابت 5 الثانيه بتشيلها. يعني مثلا دي 8 و5 13 13 و8 21 21 و8 29 29 ارنب. يعني 4 امهات ولدوا 29 ارنب. حلوين حلوين، النعمه من عند ربنا سبحانه وتعالى. لما يكون عندك 4 امهات وذكر، لو ربنا كرمهم مثلا ب 29 ارنب او ب 30 ارنب، في حد ذاتها عسل قوي ربنا يكرمك فيهم، ويبقى عندك مشروع كبير ان شاء الله خلال ايام بسيطه. طبعا دي يا جماعه كانت حلقه النهارده، واي حد يا جماعه محتاج سلفرات دول يا جماعه، ذكر وانتهى سلفر، ذكر وانتهى سلفر صافي، سيلفر صافي ذكر وانتهي اهو يا شباب. بص كده يا شباب،
اهو ذكر وانتهى سيلفر. تمام. لو حد عايزهم تحت امره. ابوهم اهو، وانتوا شايفين ابوهم وعارفين ابوهم حجم وصحه وتلقيح وخصوبه الظهر عامل ازاي يا جماعه. ما شاء الله حاجه محترمه جدا. ده ابوه، ربنا يبارك. ماشي. لو حد عايز الذكر والانثى سيلفر دولت احنا تحت امره في اي وقت يا جماعه، يشرفني ياخدهم. صدقوني دولت لو اشتغلوا مع بعض ذكر وانثى، دولت اشتغلوا تلقحوا مع بعض واشتغلوا مع بعض هيجيبوا لك ارنب ممتازه جدا جدا. ونوع السيلفر زي ما انتم عارفين يا جماعه مطلوب لان نوع نادر ويبقى مطلوب. تمام يا شباب. هنا برضو بلصات كنت انا دهن يا جماعه الرجلين زيت بايفوماج تطهير اهوت في القطره دي كده كوكايه من الجرب. وطبعا بقى ومناخيرهم بقى كمان لحسوا وشهم ومسحوا جسمهم بزيت بالايفوماج. تمام يا شباب ما شاء الله. طبعا دي كانت حلقه النهارده. اشكركم لحسن المتابعه. شوفوا يا جماعه، شوفوا دي وفي ازاي يا شباب، شايفين ارنب بيستشعر بودانه، يستشعر بودانه كده، يستشعر القلق والكلام ده اهو ان شاء الله. يلا يا ابطال، لو انت بقى لسه ما حطيتش اللايك ادخل حط اللايك واشترك في القناه عندنا واشتري الفيديو لو انت استفدت من الفيديو. طبعا الام دي يا جماعه لازم تسجل تاريخ الولاده. تمام، لازم تسجل تاريخ الولاده. النهارده 4/3 ولاد. أربعة 3 يا جماعة ولاد اهوت، عشان تبقى أنت عارف دي هتلقح إمتى تاني. تمام، عشان تبقى أنت في دول ده يوم كذا وتلقح يوم كذا. السجلات يا جماعة التواريخ مهمة جدا أهو، تواريخ مهمة جدا يا شباب. لازم تبقى أنت عارف الأرنب ده مولود إمتى، عشان تبقى أنت عارف ده هتفطم عمره قد إيه. الأرنب ده هيفطم عمر كام؟ يا جماعة رضعت وبتاكل أهي، وغطت عيالها وبتاكل. ما انت عارف الارنب ده مولود عمره قد ايه. وطبعا بيعت الارنب يا جماعه الفطام اللي كانت هنا يا شباب كانت مفطومه يوم 2 بيعتيه. دول اللي كانوا تحت الام، اللي هو كانت امهم ماتت وراح حطوهم تحت ام السودا دي. كل حاجه بقولها لكم بالتفصيل. ودولت اللي شلتهم من الارانب اللي هي اتباعت. دول يا جماعه شلتهم من الارانب اللي هي اتباعت، نقطتهم سلالات اهم، صحه وحيويه ما شاء الله. دول نفس الطريقه. تمام يا شباب اهو نفس الطريقه. يلا السلام عليكم.